الأعمال الفنية والأعمال الدرامية وكل ما يقدم على الشاشة أو على السوشيال ميديا طبيعي إنه بيبقى له تأثير على المتلقي، والحاجات اللي بتتعرض في الثقافات المختلفة طول عمرها بتأثر أو بتشكل جزء من الوعي الجمعي بتاع المجتمع. فهنلاقي مجتمعات كتير متأثرة بالأفكار اللي اتطرحت من خلال أعمالهم الدرامية وأعمالهم السينمائية والروايات عندهم والأعمال الفنية in general. طيب في ناس كتير الفترة الأخرانية بيسألوا هل من المفيد أو من الصحي إنه احنا نتكلم في مواضيع ممكن تكون شائكة من خلال أعمال درامية بتتعرض على الناس كلها في البيوت حتى؟ الإجابة إنه ممكن مش مضر إن احنا نتكلم في أي موضوع. المهم إنه يكون لو أنا هتكلم في موضوع أنا عارفة إنه موضوع شائك أو ممكن يأثر بشكل سلبي على المتلقي، أبقى واخدة يعني استشارة من ناس متخصصين في هذا الموضوع، علشان هما برضو يحددوا لي ايه اللي ممكن يتقال وايه اللي ما يتقالش، وكيفية عرض القضية وايه ازاي اتكلم فيها بصورة ما تكونش مؤذية لناس كتير. وكمان مهم جدا موضوع تحديد الفئة العمرية اللي ممكن تتلقى هذا العمل، لان دي حاجة برضو في منتهى الأهمية وموجودة في كل العالم، انه الأعمال الفنية المختلفة ليها فئات عمرية مختلفة. ده أسبابه كتير، منها مدى الوعي بتاع الشخص، هو في السن ده يقدر يستقبل ايه، يقدر يفهم ايه، ايه الحاجات اللي ممكن يفهمها وايه الحاجات اللي ممكن تبقى بالنسبة له confusing او تلخبط. فمهم انه واحنا بنعمل كده نبقى بنعمل كده عن علم وعن دراسة وعن استشارة ناس متخصصين. طيب لو حصل وناس من المتلقيين حسوا ان هم اتأثروا بالعمل الدرامي ده، او هو مأثر عليهم بشكل سلبي لدرجة انه ممكن يكون بيقعد يفكر فيه كتير، بيعطله، مخليه مثلا مش عارف يروح شغله، مش عارف يركز في حياته الاجتماعية، مزاجه متغير بشكل ملحوظ، نومه متغير، بيجيله أحلام مثلا مزعجة بسببه، يعني في أي أعراض غير التعاطف العادي اللي بيحصل لنا كلنا واحنا بنتفرج على العمل الدرامي، يبقى من المهم ان دي حاجة انا يعني افكر فيها، هو انا متأثر ليه بالشكل المبالغ فيه ده بسبب هذا العمل. واكيد بيبقى من المفيد ان انا ممكن ألجأ لشخص يساعدني او لمتخصص او دكتور نفسي ممكن يقدر يساعدني اكتر. وساعات بتكون دي فرصة انه في حاجات كتير ممكن نكون احنا ما بنتكلمش فيها بس هي مأثرة علينا، فلما نتعرض لموقف يبين لنا ان احنا عندنا المشكلة دي ونشتغل عليها يبقى فرصة يعني كويسة للعلاج.